خلص الجزء الأول على سراي وسليم لما راحوا عند بيت عمهم عند سوزان اللي فضلت توبخ سراي لأنها مش هتقدر تشيل سليم، وعمها مش هيقدر يصرف عليهم، وشيلتها الطين هي وبنتها اللي زي أمها، وإنهم مستحملينها بقالهم كتير، وإنها قرفت منهم كمان. وسراي عمالة تعيط وبتحاول تشوف حل. ودخل رمزي عليهم وكلم سراي لوحدها اللي قالت له إنها خدت سليم من أمه علشان ما تسيبوش معاها وخايفة عليه منها. ورمزي حاول يهديها ويطيب بخاطرها ويقول لها البيت بيتكم يا بنتي، ومش معقول ان هو يطرد سليم لانهم ولاد اخوه. ودخلت عليهم سوزان وبدات تزعق تاني، وزعق لها رمزي اخيرا ان دول ولاد اخوه زي ولاده، وسابهم ومشي. وراحت سراي لسليم اللي سمع كل حاجه وقال لها امي، وقعدت تعيط عليه. ونروح لام فؤاد اللي راح يمن يجيبها، وسالته عن علاقه فؤاد بمراته. قال لها كويسه، بس هي كانت عارفه كل حاجه ان ايسون متسلطه وبتاعت مظاهر، ودعت لابنها ان ربنا يقويه عليها، وباين عليها ست تمام. ونروح لإلفان اللي ماشيه في الشوارع بدون هدى وقعدت علشان تنام في الشوارع يا عيني. ونروح لفؤاد وعيلته، وكانوا عاملين عيد ميلاد لنازلي بنتهم، وحماه وامه موجودين، وطلعوا الهدايا بتاعتهم وادوها لها. وجه دور جدها اللي جاب لها عربيه، وفرحت نازلي جدا. الناس الغريبة دي. بس فؤاد كان متضايق قوي ورفض الهديه، وزعلت نازله ومشيت. وراح لها جدها وباين عليه مصيبه وعايز يخرب على بنته كمان. واتخانقت معاه مراته، وامه لما شافت كده راحت تمشي على بيتها. ونروح لعاطف وابوه اللي بيسالوا عن اخباره. قال له حبيت بنت، وحكى له عن جبلها، وان امه مش هترضى بيها لانها بتشتغل في كافيتيريا جرسونه. وافقوا. ابوه قعد يضحك عليه وقال له ان امك هتتجنن. ونروح لسراي اللي بتهدل اخوها، شافت التقرحات اللي في ظهره وزعلت جدا وقعدت تعيط، وحطت له الادويه عليها وقالت له ما تزعلش هنكون كويسين لاننا في بيت عمنا وهو حنين علينا كمان. وكان رفعت سامعهم وكانت رايحه تغير له، قال لها لا هاتي انا هغير له. وكان ولد بيعاملهم كويس وبيحبها هي وسليم. ونرجع لفؤاد اللي راح لبنته وفهمها انه ما ينفعش تسوق عربيه في سنها ده، وفهمها موقفه ورضاها، وهي فهمت لانها بتحب ابوها كمان. ونروح لإلفان وقاعده على الشط، وواحده قاعده جنبها بتاكل، وعزمت عليها بس رفضت وهي جعانه طبعا. والبنت جالها تليفون وطلعت تجري، وراحت إلفان خدت الاكل بتاعها وقعدت تاكله. وجي ولد صغير اديته منه وقعدت تاكل معاه. وجالها تليفون من اسيا صاحبتها، وظهرها كان واجعها جدا، وراحت لها عشان تديها حقنه للوجع ده. ونروح لاكرم وانجي اللي سالته عن عاطف، قال لها انه كويس وبيحاول ينسى الحادثه، وحب واحده جرسونه كمان. وانجي اتضايقت جدا طبعا، وواضح ان اكرم قال لها كده عشان يضايقها. ونروح لسراي اللي بتاكل سليم، ووقع الاكل منها على السجاده. واشتغلت سوزان بلسانها طبعا، وقعدت تشتم سراي وانها غبيه وما بتفهمش وشغاله كمان. وسراي دخلت تعيط في المطبخ. ونروح لإلفان اللي راحت على السوق وشافها رمزي وقعد يزعق لها وراح يضربها بالسكينه، بس رفعت مسك السكينه بايده وقال لإلفان امشي. وابوه حاول ياخد السكينه منه بس فضل ماسكها، ومشى الناس اللي حواليه ومشي. ومشيت إلفان وميرال، وإلفان بتقول لها انها باعت العربيه بس الفلوس اتسرقت منها، وبنتها كمان خدت سليم لعند رمزي. وافتكرت ميرال الفلوس اللي كانت مع جنكيز، وربطت الاتنين ببعض. ورجع رفعت وقال لهم اللي حصل، وقعدوا يطمنوا عليه. وخرجت سراي وشافت امها وخالتها، وقالت لامها ان عمها مش طايق يشوفها وتبعد عنه. وامها فرحت جدا لانها خافت عليها. ونروح لجنكيز اللي مراقب سوزان لما رمت الحساب البنكي بتاعها، وعرف انها معاها 77,000 ومش عارف ليره ولا دولار. وراح لها وهددها انه هيقول لرمزي، وهي كمان هددته ان رمزي هيخلص عليه المره الجايه. وواضح انها جامده قوي. ونرجع لفؤاد وايسون اللي قال لها لازم ننفصل، وهي كانت رافضه، بس فؤاد كان على اخره. وابتدت ايسون تزعق له وتهدده انه مش هيقدر يتخلص منها. وهو قال ليمان صاحبه انه عامل له توكيل ويبتدي اجراءات الطلاق. ونروح لسراي اللي رن تليفونها، وافتكرت ان امها اللي بتكلمها وتقول لها ما تتصليش بيا تاني والا هتبلغ الشرطه. واكتشفت انه عاطف في الاخر، واتغيرت نبرة صوتها فورا. وسألها عن اللي مضايقها، قالت له مفيش حاجة بس مشغولة شوية بمشكلة صغيرة عندها. وطالب يقابلها بعد شغلها، قالت له انها وراها شغل، قال لها انه مش هيأخرها كتير. ووافقت اخيرا وقال لها هاخدك على مكان حلو قوي. ونروح لميرال اللي سألت جنكيز عن فلوس إلفان اللي اتسرقوا، وواضح انها شاكة فيه، بس هو انكر طبعا وتعصب عليها. واتصل فؤاد بإلفان وقال لها لقيت لك شغل. فرحت جدا، وقال لها كمان ان الشرطة مسكت الحرامي والفلوس كمان. فرحت جدا إلفان. ونرجع لسراي اللي عاطف بعت لها ورد كمان، وبدأت الأمور تتصلح شوية مع سراي. وراحت إلفان لفؤاد المكتب اللي قال لها إن الشغل في فندق وتكون عاملة تنظيف وممكن ما يناسبهاش، بس هي وافقت فورا. وراح علي لسراي وسألها عن رأيها فيه، قالت له إن رفعت قال لها على طلبه بس هي مش موافقة على الجواز منه، وسابته ومشيت.
ولبست سراي ونوسة صاحبتها ظبطتها كمان، واستقبلها عاطف وركبها العربية ومشيوا، وغمض لها عينيها ومسك ايدها كمان وقال لها انها تثق فيه، وفتح لها عينيها قدام يخت في البحر، وعرفها على صاحبه الشيف وقال له يعمل لهم اكلة سمك، وخدها جولة في البحر وبدأوا ياكلوا وعجبها الاكل وصاحب الاكل كمان، وقضوا وقت جميل جدا ونساها همومها كلها في الوقت القصير ده، وسألها هشوفك امتى؟ قالت له قريب، وارتاحت على كتفه. ونروح لميرال اللي ردت على تليفونها وقالت لجنكيز ان الشرطة لقت الحرام اللي سرق فلوس إلفان، وهي فرحانة قوي، وجنكيز حصل له ايرور وبلم كمان، وبدأت خروجات سراي وعاطف تكتر وصاحبتها نوسة وصاحب عاطف كمان، يلا ما هيصة. ونروح لجنكيز اللي مراقب سوزان وصورها وهي بتاخد الفلوس من عمار، وكان ناولها على نية سودا وهي تستاهل بصراحة. ونروح لفؤاد اللي راح ياخد هدومه، وحاولت ايسون تغير رأيه وهددته ان ابوها هياخد منه كل حاجة، بس فؤاد ما كانش فارق معاه حاجة وساب هدومه كمان ومشي وسابها. وراحت إلفان وأجرت بيت وبدأت توضب فيه، وراحت واستلمت الشغل كمان، وبدأت ظروفها تتحسن وجابت شوية عفش للبيت وستاير كمان. وراح لها فؤاد واداها هدية. وراح جنكيز لعند رمزي وقعد يصور سليم، وقال لرمزي ان الشرطة لقت فلوس إلفان، وبعدها راح يوري سوزان صورتها مع عمار وهي اترعبت. ووصلت إلفان وفؤاد عشان ياخدوا سليم، وطلع رمزي اللي قعد يزعق فيهم، واتكلم فؤاد اللي قال له هنيجي كمان ربع ساعة مع الشرطة، وزعق له رمزي كمان ومشاهم. ونروح لعمار اللي بيسأل عن البنت اللي حبها عاطف وعرف انها سراي اخت سليم. ونرجع لفؤاد اللي اتعصب على إلفان عشان ما قالتلوش ان رمزي حاول يقتلها في السوق. وصل عمار لإنجي وأكرم وقال لهم بيانات البنت اللي بيحبها عاطف، وهم اتوهموا طبعا، ودخل عليهم كمان عاطف وسراي بالصدفة وراحوا لهم. وقام أكرم وعامل البنت كويس جدا، بس أمه سلمت عليها بدون اهتمام وقعدوا معاهم. ونرجع لإلفان وفؤاد والشرطة وصلت، ونزل لهم رمزي وقعد يزعق لهم انها كانت في السجن، والشرطي قال له هات الولد ياض. بره يلا على زنزانتك، انا دكتور يا فندم. دكتور على نفسك، بره يا كلب. ورمزي اتجنن وقال لهم مش هديهولكوا على جثتي، والشرطه مسكته وقبضت عليه كمان. ونرجع لسراي اللي حست ان ام عاطف بتعاملها وحش ومش عاجباها وقعدت تتريق عليها، وراحت سراي اديتها على طول وقالت لها انها جرسونه في محل، وحس عاطف وشجعها كمان، وطلبوا اكل ومشي اكرم وانجي وسابوهم. وقالت له سراي باحساسها، بس هو طمنها وقال لها ان ابوه عارف. ونرجع لفؤاد اللي دخل وشال سليم وطلع لامه بيه، والولد يا عيني فرح جدا وخدوه ومشيوا. ونروح لإنجي اللي عملت نفسها تعبانة وعاوزة تمشي، وعاطف سألها احنا ضايقناكي؟ قالت له لا طبعا، وحاولت تعزم سراي على بيتها عشان يتكلموا مع بعض على رواق، ووافقت سراي. ووصلت إلفان وفؤاد وسألته عن رمزي، قال لها فكري في نفسك شوية، وحاولت تعزمه على حاجة بس لقى انه ما ينفعش عشان هي عايشة لوحدها وهيدخل سليم ويمشي. وبدأت إلفان تكلم سليم وفرحانة بيه قوي، وسليم بدأ يحرك ايده بالراحة، وعيطت إلفان لما شافته. ونروح لسراي اللي وصلها عاطف واعتذر لها عن معاملة امها وحاول يلاقي لهم عذر. وصلت سراي البيت وقالوا لها اللي حصل لرمزي، ولسه سراي بتقول انها هتاخد سليم تاني، قامت سوزان وضربتها بالقلم، وعيطت سراي وراحت على امها، وسوزان قالت لها ما تجيبيش سليم هنا. مشيت سراي في الشارع وكانت منهارة، وإلفان بتأكل سليم وحاولت تعمل له تمارين عشان يحرك ايديه، وبقت فرحانة بيه قوي. ووصلت سراي لامها وعاوزة تاخد سليم بالعافية، وقعدت تزعق لها وحاولت امها تهديها، بس سراي عاوزة تخش تاخد سليم، بس إلفان منعتها وبدأت تزعق لها، وأول مرة تبقى حاسمة معاها، وقالت لها عاوزة تيجي البيت مفتوح وبراحتك. وسراي مشيت وسابتها لما لقت مفيش فايدة. ورجع أكرم وإنجي اللي اتجننت وقعدت تزعق وكانت متضايقة جدا. وفجأة جه عاطف وكان هيسمعهم وقعد يكلمهم بعصبية عشان عاملوا سراي وحش، وفهمهم إن هو بيحبها، وسابهم وراح اتصل بسراي اللي بتعيط. وطلع عاطف راح لها فورا. ونروح لرفعت اللي رجع البيت وبيكلم أمه وسأل عن سراي، وأمه قالت له إنها غلطت فيها وضربتها ومشيتها. اتعصب عليهم رفعت ونزل يجري يدور عليها، وظهرت سراي وعاطف واتصل بها رفعت يطمن عليها، وقالت له إنها عند نوسة صاحبتها، وكان قلقان عليها جدا، وقالت له إنها هتبات عند صاحبتها. وسألت عاطف عن أبوه وأمه وإنها مش عاوزة تبوظ علاقته بأهله، وحاول هو يطمنها وراحوا عشان ياكلوا. وراح رفعت لبيت نوسة وسألها عن سراي وقالت له إنها نايمة ولما تصحى هتخليها تكلمه. وروح بيته واتعصب على أمه وأخته وقفل الباب في وشهم وقعد
يكسر في البيت، واضح انه مغرم بسراي كمان. ونرجع لسراي وعاطف وبياكلوا مع بعض ومبسوطين جدا، وهي بتكلمه عن خوفها ان رفعت يعرف انها مش عند نوسة، وخايفة انه يقول لعمها كمان، بس هو طمنها. ونروح لفؤاد ونازلة بنته اللي عرفت انه هيطلق مامتها، وكانت البنت فاهمة كل حاجة وفرح فؤاد بيها. وراح رفعت يراقب نوسة اللي طلعت لوحدها من البيت، وعرف ان سراي مش معاها، واتصل بسراي اللي ردت عليه وقالت له انها مع نوسة، واتأكد انها بتكذب عليه. وخدها عاطف ووصلها شغلها، وراحت إلفان المستشفى واكتشفوا ان سليم اتحسن، والدكتور قال لها استمري على اللي بتعمليه وهيتحسن اكتر. واتصل بيها فؤاد وحكت له وفرح جدا، وقال لها انها لازم تروح اسم الشرطة علشان رمزي. ونروح لأكرم اللي اتصل بعاطف، ولما جاله قال له انه لازم يسافر بداله عشان في مشكلة. وسراي خدت كرسي متحرك وراحت تديه لسليم، وكانت امه بتديله دش، وفتحت الباب لسراي اللي قالت لها انها جابت لاخوها هدية وشكرتها امها. وسليم قعد ينادي على اخته، وامها قالت لها خشي شوفيه واقفلي الباب وراكي. وراحت تكمل وبتقول لسليم ان اخته وراها شغل، بس دخلت سراي عليهم وبقت فرحانة قوي، وامها كمان اللي قالت لسراي ساعدينا عشان نغسل شعره، واتحركت فورا ومسكت سليم، وامه بتغسل شعره وبقوا مبسوطين قوي. ولما حرك سليم ايده كمان، وبصراحة انا كمان فرحت. وسراي قعدت تبوس فيه وقعدت معاه شوية وراحت على شغلها. وراح لها عاطف وقعد معاها وبلغها انه مسافر يومين علشان شغله، وودعها ومشي. ونرجع لإلفان وفؤاد في اسم الشرطة، وهي قالت له انها مش ممكن تدخله السجن. وراح محامي لفؤاد وبيسألهم هيعملوا ايه، وقال له فؤاد انه حاول يقتلها، وفهمه ان الامور هتتعقد. بس إلفان اتنازلت عن البلاغ كله علشان هو اعتنى باولادها ومرضيتش تشتكيه، بس برضه رمزي شايفها عدو حتى بعد ما اتنازلت عن الشكوى. وجه تليفون لفؤاد ومشي وسابها. وإلفان سألت شرطي عن السرقة بتاعتها وشكرته، بس هو قال لها ان هم ما مسكوش الحرامي ولا الفلوس. واكتشفت إلفان ان فؤاد هو اللي اداها الفلوس علشان يساعدها. ونروح للمجنونة ايسون اللي عمالة تلم في حاجة فؤاد، ولقت صورة إلفان وهي شاكة ان فؤاد على علاقة مع واحدة ست، علشان كده عاوز يطلقها. وراح عاطف يودع اهله ويسافر، واكتشف ان العقود الاصلية مش موجودة في الملف. ورجع لهم تاني وسمعهم وهم بيتكلموا مع عمار ان مفيش مشكلة، بس هم بيحاولوا يبعدوه شوية. وراح مشي قبل ما يشوفوه. ونروح لإلفان اللي مرال بتكلمها عن فؤاد وعلاقتها بيه لانه اداها فلوس وبيساعدها. وإلفان كانت متضايقة قوي من التصرف بتاع فؤاد. ورجع رمزي لبيته واكتشف اللي حصل ان سوزان ضربت سراي. ونروح لأكرم اللي اكتشف ان عاطف مركبش الطيارة، وبعت لهم فيديو انه سمعهم وعرف انهم بيحاولوا يبعدوه عن سراي، وقال لهم انه هيكون مع البنت اللي بيحبها. وانهارت انجي، وظهر عاطف مع صاحبه ادم وقال له ما تقولش لحد اني معاك. ونرجع لرمزي اللي عمال يزعق لسوزان هو ورفعت كمان، وقال لهم انه رايح يجيب سراي ويخلي سوزان تعتذر لها كمان. واتصل عمار بسوزان وقال لها تعالي لي فورا. ونروح لإلفان اللي وصلت مكتب فؤاد وقالت له انت عملت كده ليه، وطلعت له باقي الفلوس واديتها له، وقالت له انها هترجع له الباقي كمان. وحاول يفهمها انه حاول يقف جنبها بس، وانهم اصحاب، وهي قالت له ان الاصحاب ما بيكذبوش على بعض، وسابته ومشي، واحساس ان في بينهم حاجه. ونروح لعمار وسوزان اللي بتحكي له ان جنكيز عرف كل حاجه ولازم يهتم بيه، وكلمها عن سراي انها تحاول تبعدها عن عاطف لانهم بيحبوا بعض. واتفاجئت سوزان وعماله تحقد عليها زياده، وقالت له انها هتتصرف. ونروح لعاطف اللي راح لسراي ياخدها وفرحت جدا بيه، وقال لها هجيلك بعد الشغل انت ونوسه. اللي شافت رفعت وصل وخدت عاطف قبل ما يشوفه. وراح رفعت لسراي وقال لها ان ابويا معايا. قالت له هجيب حاجاتي واجي. وراح الحمام، ونوسه قالت لها ان عاطف كمان في الحمام، واتقابلوا في الحمام هما الاتنين. وكلمته سراي وبلغته وقال لها ماشي انا هروح بيت صاحبي وبيكلميني. وخدها رفعت ومشيوا. ورمزي قال لها هنحل المشكله لان سوزان متضايقه جدا على اللي عملته معاكي. ونروح لإلفان اللي اتصلت بيها المستشفى وقالوا لها عاوزين تكاليف علاج سليم، وهي مش معاها فلوس. ودخلت للمدير بتاعها وطلبت منه انه يديها ورديه تانية كمان، بس المدير قال لها مش هتقدري، بس هي كانت مصممه وشكرته ومشيت. كلمت انجي عاطف كتير واخيرا رد عليها وقال لها انه كويس ويسيبوه كام يوم يريح دماغه. واتصلت بعدها بعمار وبتشتكي له، وقطعها انه بيحاول يصلح اللي بيعمله ابنها اللي مدلعينه، وحاولت تقاطعه زعق فيها وقفل في وشها السكه كمان. فعلا دي اخرتها. ونرجع لسوزان اللي جالها جنكيز ياخد منها فلوس، وكانت عامله له كمين، وخدوه رجاله عمار وكتفوه ونزلوه في مكان زي صحراء. ونرجع لرمزي اللي بيحاول يخلي سوزان تعتذر لسراي وما كانتش عاوزه، بس رمزي اتعصب عليها وزعق لها انهم هيجيبوا له جلطه، وفي الاخر اعتذرت بالعافيه تحت تهديد السلاح يعني. واتصلت مرات حسن ام علي بسوزان وسالتهم يجوا امتى، وقالت لها في اي وقت. ورفعت اتعصب وقال عاوزين يجوا
هتيجوا ليه؟ البنت رفضت وخلاص. وسراي قالت ان علي كمان سألها ورفضته. واتفاجئت سوزان وجولي لانها فاكره انه بيحبها هي. ورمزي قال لهم ان حسن وعلي طلبوا سراي. وانهارت جولي وامها كمان. ونروح لإلفان اللي وصلت البيت، وكانت سنين بتحاول تعذب سليم، بس لقيته بيحرك ايده وبعدت عنه. ونرجع لعمار ورجالته، وخلوا جنكيز يحفر قبره بنفسه، وضربوه رصاصه ومشيوا، بس هو فاق وقعد يعيط. ونرجع لجولي اللي عماله تنعي حظها وبتقول لهم انهم اكيد غلطانين، والبنت قعدت تزعق وابوها اتعصب عليها وسابهم ومشي. وجولي قعدت تزعق لسراي لان كل حاجه بسببها، وقالت لها سراي ارجعي لعقلك. وخدتها سوزان لوحدها وكلمتها على عاطف وانها مش لازم تشوفه تاني والا هتقول لرمزي، وهددتها. وكانت عماله تخرب الدنيا الوليه دي، واديتها حاجه سليم توديهم لامها. وراحت ودتهم ونده عليها سليم وهي دخلت له، ووراها انه بيحرك ايدين الاتنين، ومسكته تفاحه كمان وفرحت بيه قوي. ولسه بتكلموا على فريق الكوره، قال لها احنا الابطال، وبدا يتكلم بالراحه وبقى بيتقدم كل شويه. وجابت لهم امهم كيكه وشمت ريحتها سراي، وواضح انها بتحبها بس اكلت سليم بس. ونروح لفؤاد اللي بيكلم بنته ويطمن عليها، وسال امه على مساعده الناس وبيسالها عن موقف إلفان، بس امه فهمت وقالت له ان موقفها سليم والست دي فاهمه كل حاجه. ونروح لعمار اللي راحت له انجي وطلب منها تمشي، وشدها من شعرها وطردها من بيته كمان وهي تستاهل. ونروح لعاطف اللي وصل للشركه وابوه وامه راحوا له. ونرجع لإلفان وهي بتعمل تمارين لسليم، والباب خبط وفتحت، لقت سلمى صاحبتها من السجن وبنتها كمان، وفرحت بيها قوي. وفؤاد جايبها، وجاله تليفون من امه وكانت تعبانه وعاوزه تاخد حقنه، وإلفان قالت له انها هتروح لها في الميعاد، وخدت العنوان منه لانها مش بتكلمه ومخاصماه. ونرجع لعاطف اللي بيحقق مع ابوه وامه، وقال لهم انه مش صغير وما يفكروش بداله، وان هو عند ادم صاحبه، وسابهم ومشي. واكرم قال لانجي ان عاطف معاه حق ويسيبوه في حاله. ونروح لميرال اللي لقت سنين بنتها موسخه هدومها، وقالت لها غيري هدومك. راحت البنت لمت الهدوم كلها وجاكيت ابوها اللي شايل فيه الفلوس كمان اللي سرقها، وحطتهم في الغساله وغسلت كمان. وصحي جنكيز بيسال ميرال عن الجاكيت بتاعه، وبصت ميرال لقت الفلوس في الغساله بتتغسل وقعدت تضحك عليه. وعاطف خد سراي وراح يفطر معاها قبل شغلها. وإلفان استقبلت سلمى عندها، وسلمى حاولت تقول لها يومين بس يا إلفان. قالت لها انت اللي خدمتيني لانك هتقعدي مع سليم لحد ما اجي من الشغل، واحنا اخوات وما تخافيش من حاجه، ومشيت. ونرجع لعاطف وسراي اللي بيفطروا بيتكلموا عن حالهم، وشافتهم إلفان وعرفت انهم عشاق وفرحت جدا. وشافتها سراي بتبص عليهم، ومشيوا كلهم مره واحده. وسالها عاطف مين دي، ما رضيتش تقول له حاجه. وراح عمار لمحسن ابو ايسون، وواضح انهم زي بعض وبيتكلموا عن بيع الفندق. بس محسن سأل عمار ليه انجي بتبيع وهي موافقه كمان، وكان شاكك في الموضوع ان في حاجه غريبه. بس عمار قعد يلف ويدور عليه. ودخلت عليهم ايسون وقالت لابوها ان فؤاد بعت لها انه هيطلقها، وعرفها ابوها على عمار اللي سابهم ومشي. واضح انه هيلعب هنا كمان. وإلفان راحت لميرال وبتقول لها تعدي عليهم وهتلاقي سلمى هناك، وحكت لها عن عاطف وسراي وكانت فرحانه قوي. ونروح لرمزي اللي راح لحسن وقال له ان سراي رفضت الخطوبه، وزعل عليه قوي بس الموضوع خلص. ونروح لإلفان اللي راحت عشان تدي حقنه لمامة فؤاد، واعتذر لها فؤاد عن اللي حصل، بس هي قالت له انها مش زعلانه بس هتسدد له ديونه وبعدين ترتاح. واتفقوا وطلعوا لمامته، وفتحت لهم نازلي اللي عرفتها فورا، ودخلت لمامته واديتها الحقنه واتبسطت منها امه قوي، وحاولت تعزمها على شاي بس اعتذرت ومشيت. ونروح لجنكيز اللي اتفق مع واحد حرامي زيه على انهم يسرقوا بيت رمزي. ونروح لإلفان اللي في شغلها وداخت ووقعت فجأة ولحقتها صاحبتها. وسراي وصاحبتها نوسة بيجهزوا علشان عاطف وآدم صاحبه عازمينهم، وخدهم عاطف في عربيته ومشي، وكان علي مراقبهم كمان. ونرجع لإلفان اللي فاقت لقت نفسها في البيت، وفؤاد وصلها لما كلموه في الفندق، وانها داخت فجأة ووقعت من كتر المجهود وما فيهاش حاجة بس هي تريح نفسها شوية. بس هي كلمته على انها عاوزة ترد له فلوسه، وهو قال لها تهتم بصحتها وبلاش الكلام الفارغ ده، وكان عمال يهزر مع سليم وسابهم ومشي. ونرجع لسراي ونوسة اللي بتكلمها عن آدم وبتقول لها هو ده فتى أحلامي، وكانوا في مركب على البحر وبقت الحكاية واسعة قوي وبدأت تشتغل أغاني رومانسية قوية. وجي وقت الرجوع، ونروح لفؤاد بيوصل نازلي وكان هيمشي، بس حمام محسن قال له تعالى أنا عاوزك. وبدأ يسأل فؤاد إنه حب واحدة تانية غير بنته، وحاول فؤاد يقوم يمشي بس حمام مصمم يعرف. بس فؤاد قال له لو عايز تقف جنب بنتك ما تتدخلش في الموضوع ده، وسابه ومشي. وأيسون قالت لأبوها إنه زودها شوية، اتعصب
عصب عليها طبعا وقعد يزعق لها. ودخلت نازلي وقالت لهم عن إلفان، وايسون جابت الملف بتاعها وادته لابوها اللي قال لها ان هو هيتصرف. وصل سراي للبيت ولقت علي طلع لها وكان سكران كمان وقعد يزعق علشان شافهم مع بعض. ونزل رمزي ورفعت، ورمزي سأل علي اللي قال له ان سراي كانت مع واحد تاني، ومسكوا رفعت وضربوا وكوموا على الارض وحاشوا رمزي عنه وقال له مش عاوز اشوفك هنا تاني. ودخلهم جوه وسأل سراي اللي قالت له ان عندها صاحب، وضربها رمزي بالقلم وقعد يزعق وتعب جدا وقعد. وبدأت سوزان تقول لها انها نبهتها ما تعملش كده تاني. وشاف رفعت تليفونها بيرن وخده وعرف ان عاطف هو اللي بيكلمها وبعت لها رسالة كمان. ولما رفعت شاف صورته افتكره فورا وعرف انه كان مغفل. وكمل رمزي ان وشه بقى في الطين وانه مش مسامحها ومنعها من الخروج حتى الشغل. واتصل عاطف تاني ورد عليه رفعت وقال له انساها ياض وما تتصلش تاني بيها ولا تشوفها كمان. بس عاطف قال له مش هعمل كده لان بحبها، وهدده رفعت انه يقتله. بس عاطف قال له لازم نتقابل، قال له هبعت لك المكان والميعاد. وخرجت سراي بحجة انها تشوف سليم، وبعت رفعت رسالة لعاطف انه يروح محطة القطر. وصل رمزي للمحامي بتاعه ومشي رفعت وراح يقابل عاطف. وسراي اتصلت من تليفون خالتها بنوسة اللي قالت لها ان عاطف راح يقابل رفعت في محطة القطر. وطلعت تجري سراي كمان، وظهر رفعت وجاله عاطف وبدأ رفعت يديله التعليمات. وقال له عاطف ان سراي مختلفة وحكى له رفعت على اللي حصل بسببه. وساعتها مسكوا في بعض وعاطف عاوز يعرف عملوا لها ايه. وجت سراي وقعدت تزعق معاهم ومسكت رفعت وقعدت تزعق له. وطلع رفعت مطوة وحاول يقتله بس جت إلفان ولحقته. ونرجع للمعلم جنكيز اللي بيشرح للحرامي يعمل ايه واداله خريطة لبيت رمزي كمان. ونرجع لإلفان اللي هدت رفعت وخلته يمشي. واتعرفت على عاطف وعرفته بنفسها كمان وقالت لهم كده غلط ولازم تهدوا شوية. ومشي عاطف وسراي راحت له وسألها دي أمك ما قلتليش ليه؟ قالت له هقول لك على كل حاجة بس في مشاكل كتيرة قوي، وأول ما هاخد الموبايل هكلمك. ونرجع لرمزي ومحاميه اللي قال له إنهم هيعترضوا على حكم البراءة بتاع إلفان. والجلسة قربت وسألت إلفان سراي عاملة إيه؟ حكت لها إن محدش سايبها في حالها وملكيش دعوة بيا. حاولت إلفان تفهمها إنها ما تقدرش تشوفها في مشكلة وتسيبها. وبرضه سراي سابتها ومشيت. وقابلها رفعت اللي بيقول لها تنسى عاطف. وسراي اتعصبت عليه جدا لأنهم الوحيدين في الدنيا اللي بتعتمد عليهم، ولما يقفوا ضدها مش عارفة تنتحر ولا تعمل ايه علشان كل حاجة عملوها فيها. وكانت زعلانة قوي. وطلع لها رفعت تليفونها فورا واداهولها لأنه بيحبها هو كمان ومش عاوز يشوفها بتتألم. وخدت تليفونها ومشيت. وراحت سوزان لميرال اللي قالت لها تعالي وطلعتها وكانت عندها إلفان. وبدأت إلفان تقول لها ملكيش حق تحبسي سراي في البيت. وبدأت سوزان تهاجم وهددتها كمان بالمحاكمة. وقالت لها إلفان إنها لو غلطت تاني مش هتفلت من إيدها. ورجعت سراي البيت واتحرك الحرامي كمان ودخل جوه البيت. وبدأت سراي تكلم عاطف في التليفون وتقول له استنى شوية. وحست سراي إن في حد في البيت وراحت تشوف مين. وظهر لها الحرامي وزقها وخبطها في الحيطة وفقدت الوعي فورا. وعاطف سمع كل حاجة واتجنن وطلع يجري. وبدأ الحرامي شغله ولقى الذهب والفلوس كمان في برطمانات الصلصة. واتصل بيه المعلم وقال له على سراي وقال له انه لقى الفلوس كمان وشوية وهيطلع. ودخل جنكيز واطمن على سراي وكسروا التليفون اللي بيرن. وعاطف اتصل برفعت وقال له اللي حصل وانه يتحرك عند سراي لان في مشكلة. واتصل رمزي بمراته اللي بتتخانق وسألها عن سراي وكلهم طلعوا يجروا. ولما وصلوا لها اتصلوا بالاسعاف فورا. وقعدت سوزان تصرخ علشان اتسرقوا وخدوا كل حاجة وتستاهل. ووصلت الاسعاف وخدتها على المستشفى. وراح عاطف كمان اللي حاول يخش ومنعوا رفعت بس عاطف زق ودخل ولحقوا رفعت ومسكوا في بعض خناق جوه. وكشف الدكتور على سراي اللي فاقت وندهت على امها وفتحت عينيها كمان. واتعصب عاطف على رفعت ان هو اللي قال لهم. وبدأ يكلم إلفان اللي حاشتهم عن بعض. وقالت لعاطف ان رفعت مجنون وروح وانا هبلغك باللي بيحصل. وافق طبعا ومشي عشان خاطرها. وطلع الدكتور وطمنهم ان ما فيهاش حاجة وهتفضل بس 24 ساعة. وطلعوها وقالوا لامها تخش لانها سألت عليها. وفرحت جدا إلفان ودخلوا لها. بس سراي عاملت امها وحش برضه وكلمت عمها اللي فرح بيها واعتذر لها عن معاملته ليها. وطلعت إلفان بره وهي متضايقة جدا. وطلع رمزي يمشيهم بس إلفان قالت له انها مش هتمشي. اتعصب طبعا زي عادته بس ميرال كلمته وقالت له لازم امها تعتني بيها لانها بنت. واقنعته ومشي علشان يشوف الشرطة اللي بتحقق في بيته. وإلفان قالت لسراي ان في مفاجأة ودخلت عاطف. وفرحت جدا سراي لما شافته واتكلموا شوية يطمنوا على بعض. وسألها عن مشكلته
مشكلتها مع امها لانها كويسه جدا، وطلب منها تحكي له. ودخلت امها عليهم بالاكل، واستأذن عاطف وراح يستنى بره. وراحت له إلفان وقالت له يمشي ولما يجي بكره يشوفها علشان المشاكل. ونروح لسوزان اللي كانت منهاره على الفلوس ومش قادره تتكلم ولا تقول ان اتسرق منهم فلوس، والشرطه قالت ان الموضوع مش سرقه. وعلى طول قالوا لهم على مشكله علي مع سراي، ورفعت اتهم علي ونزل وقعد يجري وراح لعلي يتخانق معاه، بس ابوه مسكه وزقه بعيد. والشرطه جت وخدوا علي وابوه كمان. ونروح لايسون اللي راحت لحماتها وسالتها عن علاقه فؤاد وإلفان، لان فؤاد سلوكه اتغير معاها وعلاقتهم بقت وحشه جدا وهيتطلقوا كمان. فواضح ان فؤاد عمل كده علشان الست دي. ردت عليها امه انه ما ينفعش تتكلم على جوزها كده، وان مفيش علاقه بين فؤاد والست دي، وان المشكله فيها هي لانها وصلت فؤاد للمرحله دي. وقامت ايسون ومشيت لانها واجهت حقيقه نفسها، وراحت لابوها وقعدت تعيط، وهو قعد يزعق وشتم فؤاد، واعتذر لنازلي لما فاق وقال لها انه هيحل الموضوع. ونروح لحسن في اسم الشرطه، والشرطه افرجت عن علي وهو بريء. ومشي حسن وقعد يهزق في رمزي وابنه وقال لهم مش عايز اشوفكوا تاني، ورمزي اتمرمط ويستاهل. ونروح لسراي اللي قامت تتمشى ومش راضيه ان امها تسندها، ولما جت تمشي لوحدها داخت وكانت هتقع بس امها مسكتها. وظهر فؤاد وسليم وكان واخده يشوف اخته بعد ما اتصلت بيه سلمى وقالت له انه مش راضي ياكل، وفرحوا قوي بسليم. وسراي قعدت تبوس فيه بعد ما كلمها كمان وبدا يتكلم كويس. وفؤاد كلم إلفان عن المحاكمه انها بعد يومين، وقال لها ما تخافيش من حاجه. واتصلت فيلين بعاطف وقالت له ان ادم شرب لحد ما داخ وراح له عشان يروحه. وراح فؤاد لامه اللي قالت له ايسون جت هنا وسالته عن إلفان. وراح عاطف وخد ادم وطلع لقى صاحبته ميليس وسلم عليها وبس كمان، وكان بيتصور والظاهر عليه كان كمين، واطمن عليها وطمنها على نفسه عشان كانت مسافره ومشي وسابها. وفضلت إلفان عند بنتها طول الليل. ونروح لفؤاد اللي زار بنته وجي يمشي وبيكلم ايسون اللي قعدت تتريق عليه وتقول له انها عاوزه ترجعه، وهو زعق لها عشان بتفتري على إلفان وتعصب عليها قوي، وهي قالت له انها مش عايزه تخسره. انت كده بتخسرني يا سيدي، ده انت خسرتك مكسب. بس هو سابها ومشي، ورجعت هي تشرب علشان تنسى. ونروح لرمزي اللي راح ياخد سراي ويمشي امها. زعقت معاه إلفان لانها بنتها، بس سراي راحت مع رمزي في الاخر وطلعت حاقده على امها. وعاطف كان شايفهم وراح لإلفان وطلب منها انه يوصلها، وهي وافقت اخيرا وحكى لها تعرفه ازاي، وحاول يعرف اللي حصل بينها هي وسراي. بس هي قالت له اسالها. وهو ماشي افتكر الحادثه وفكرونا باللي حصل لسليم تاني، وهي كمان افتكرت وقالت لعاطف انها كانت مسجونه. ولما نزل شاف سليم من الشباك وقعد يبص عليه، وشكرته إلفان وعزمته يجيلهم وسلمت عليه. وسليم ضحك له وسلم عليه هو كمان. ونروح لجنكيز اللي اشترى عربيه حمراء وبقى فرحان جدا. ونروح لسوزان اللي بتسال رمزي عرفوا الحرامي ولا لا، قال لها لا وخدي بالك من سراي بعصبيه. وسال سراي عاوزه ايه، قالت له انها عاوزه ترجع الشغل. قال لها بعدين نتكلم في الموضوع ده. وخرج هو ورفعت. وشافت نوسه صوره لعاطف لما كان مع ميليس، وشافها عاطف كمان وكان زعلان قوي. وجات له ميليس واعتذرت له على اللي حصل، وكانوا اصحاب من المدرسه. ونرجع لجنكيز اللي شافته مراته وبنته في العربيه، وميرال قلقانه جدا وعارفه جوزها. ونروح لمحسن المحامي وايسون بنته، وادوا لعمار ملف إلفان. واتفاجئ عمار ان الموضوع كبر قوي، وطلب من محسن يشوف الموضوع وسابهم لوحدهم ومشي. واتصل فؤاد بإلفان وقال لها انها لازم تحضر الجلسه بنفسها، ولو ما جاتش هيحبسوها. وفجاه سليم سلم على فؤاد اللي فرح جدا وقال لإلفان انهم متفقين يشوفوا الماتش مع بعض. ونرجع لعمار اللي عمال يعاكس ايسون اللي كانت مبسوطه وحاول يخرب بينهم، بس هي قالت له انه مش فارق معاها، بس هي متضايقه لانها هي اللي لازم تنهي الموضوع مش فؤاد. وسلم عليها ومشي، وواضح انه مسكها. وخرجت سراي ونوسه يتمشوا، وجالهم عاطف وادم وسابوهم لوحدهم. وبدا عاطف يتكلم ويضحك معاها، وحكى لها اللي حصل وصدقته طبعا. وسالته انت بتضحك عليا عشان تخليني احبك وتسيبني، لانها عانت في حياتها كتير ومش عاوزه تتعذب. وهو طمنها وقالت له انها هترجع الشغل تاني. فرح طبعا وحكى لها عن امها انهم بقوا صحاب، وهي قالت له ما تتكلمش في الموضوع ده. وسالها ايه اللي حصل منها عشان متضايقه منها كده. قالت له سراي انها قتلت ابوها. اتصدم طبعا وزعل جدا. ونروح لعمار اللي راح لفؤاد مكتبه وبيقول له ان إلفان طلعت من السجن وهي مش بريئه، وهددوا فؤاد ان هو وإلفان بيدوروا على اللي عمل الحادثه، وان عيله شانال خايفين من الموضوع ده، وغير الموضوع لقضيه إلفان. وقال له عمار
محسن حماه وبنته متضايقين من الموضوع بتاعه مع إلفان. اتضايق جدا فؤاد، وكمان هدده عمار ان ممكن يحصل له حاجة هو وعيلته، وقال له فؤاد قول لعمي ملوش دعوة بحياتي الخاصة، وقضية إلفان انا فيها وهفضل ورا عيلة شنال ومش هسيب القضية دي. وعمار مشي وسابه، واكتشف فؤاد ويمان صاحبه انهم على الطريق الصحيح. وراحت سراي تطمن على سليم وفرح قوي وقعد يكلمها، وسلمى عرفتها انهم كانوا في السجن مع بعض، وادت سراي لسليم شوكولاتة وقعدت معاه شوية. ونروح لعمار اللي اخد سوزان وهددها انها لازم تبعد سراي عن عاطف، وهددها انه يقتلها ويقتل ولادها كمان. ورجعت سوزان لقت رمزي رايح على اسم الشرطة عشان مسكوا الحرامي، وراحت معاهم ولقوا جنكيز وانهم لقوا بصماته. ورمزي راح للمدعي العام عشان يقول لهم انه قريبهم، وبدأت سوزان تهدد جنكيز اللي هددها لو عرفوا بيتها هيتخرب. ونروح لعمار اللي راح لأكرم وإنجي وقال لهم كل اللي حصل عن القضية بتاعت إلفان وانه هيحاول يحلها، وجنكيز سابوه علشان رمزي قال لهم انه قريبهم وشكروا جنكيز. ونروح لسليم وسنيم اللي بتعوره بالشوكة، وفجأة جت إلفان وشافتها ومسكتها وقعدت تزعق لها، وعرفت انها هي اللي بتعذبه، وصعب عليها قوي ووعدته انها تفضل معاه. وقابلت سراي وقالت لها انها ممكن ترجع السجن تاني، ووصتها على اخوها وادتها المفاتيح وكارت الفلوس كمان، وانها دفعت الايجار مقدم. وقالت لها سراي انها مش محتاجاها بس هتخلي بالها من اخوها. وامها قالت لها انها هتدعي لها هي واخوها على طول. ومشيت سراي وبدات تعيط، وواضح ان مشاعرها بدات تتحرك ناحيه امها. واتصل فؤاد بإلفان لان الجلسه خلال ساعه، وهي قالت له انها في السكه وقفلت معاه. ونروح لعاطف اللي في اجتماع، ودخلت ميليس عليهم وبلغتهم ان مدام انجي مش جايه وبعتتها بدالها لانها مديره التسويق الجديده. ونروح لفؤاد اللي قلقان جدا على إلفان اللي اتاخرت، واتصل بيها بس ما ردتش. وظهر عمار وإلفان متخدره، وواضح انهم منعوها تروح الجلسه عشان تتحبس، وكانت معاهم انجي كمان واصبحت مجرمه، وانا مش عاوز اغلط فيها عشان خاطر عاطف. ونرجع لفؤاد اللي ندهوا عليه هو وإلفان ودخلوا المحكمه، والقاضيه سالت على إلفان، وحاول فؤاد ياخر الجلسه شويه بس القاضيه حكمت عليها لانها ما جاتش. ونهار فؤاد يا عيني وكان خايف عليها جدا. وعرف عمار انهم اصدروا امر بالقبض على إلفان، وساب إلفان ومشي هو وانجي. وصلت الشرطه لعند رمزي يدوروا على إلفان، وقعدوا يشتموا على إلفان قدام سراي اللي واضح انها بدات تحس شويه ان الناس كلها جايين على امها. وراحوا عند الكل، ولما وصلوا عند سليم اللي سمع اللي حصل، وفؤاد كمان كان هناك، وسليم عرف كل حاجه وبدا ينده على امه. وسابهم فؤاد ومشي، وقابل سراي اللي سالته عن امها وقال لها معرفش هي فين. بس سراي قعدت تقول له ان امها ماشيه بدماغها وهي اللي عيشتهم في الجحيم. حاول يوضح لها الصوره ان امها ضايعه وانها لازم تخاف عليها وانها كده بتظلمها، وهي بتعيط وواضح ان قلبها لسه جامد برضه. وعرف فؤاد ان الشرطه قدام بيت إلفان. ونروح لإلفان اللي اخيرا فاقت على واحد حرامي كان هيسرقها، واتصل عليها فؤاد لما جت اشاره في تليفونها، وردت عليه فورا وقال لها انت فين؟ قالت له انا مش عارفه، ووصفت له مكانها وراح لها فورا. وعرف يمان ان الشرطه عرفت مكان إلفان لانه في الاسم، واتصل فورا بفؤاد وبلغه، وبقت كارثه. ونروح لسليم اللي سمع سلمى بتحكي لسراي انهم هيقبضوا على إلفان اول ما يشوفوها. وسليم قعد يعيط وينده على امه،